عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. المنيو بتاعنا النهارده حلو قوي. هعمل لكم كفته باسهل طريقه، وهتبقى جوسي من جوه وتحفه، من غير اي افتكاسات بقى، ومن غير ما نحط مش عارفه نحط ايه، ونحط عيش ونحط ميه بصل انسي كل ده. هعمل لك طريقه كفته واعتمديها، هتبقى تحفه. هنا كان عندي نص كيلو لحمه مفرومه. تمام. انا هفضيه بوله حلوه كده عشان اشتغل بيها. ده بقدونس، ربطه بقدونس، ربطه واحده بس. ببقى باخد منها الورق بس. ماشي. وهنا حاطه حوالي 3 بصلات كبار كده حلوين. انا بحب قوي البصل على الكفته بصراحه يا جماعه. وهحط معلقه قرفه بتخليها تحفه. وعلى فكره اللي مش بيحب القرفه ما بتبانش في طعمها قرفه يعني، بس هي بتديها تست حلو قوي. وحطيت 7 بهارات وشوية فلفل اسمر، وزودي في الفلفل الاسمر وشوية ملح. وهحط بهارات لحمة. بهارات اللحمة دي بتبقى شاملة حاجات كتيرة قوي بقى، بتتجمع عند العطار. تمام. والمكون الجبار ده هيخليها لك هشة وزي العسل. معلقة صغيرة كده بيكنج باودر بيخليها هشة من جوه وتحفة. وهحط لها شوية زيت، شوية زيت صغيرين مش كتار. تمام. وهدمج كل المكونات دي في بعضها كده لحد ما اللحمه بتاعتي تسمخ، زي ما تكوني بتعملي عيش بلحمه تسمخ، يعني تحسي بفتل كده فيها. اهم حاجه ادمجي كويس قوي 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 المكونات دي مع بعض. افضلي دعكي في اللحمه، ولو عندك كبه تمام حطيها في الكبه، بس انا بحب اعملها بايدي كده. تمام. وهجيب بقى صينيه قمر كده اللي انا هحط فيها. الصينيه دي همسحها مسحه زيت، بس انا الاول هسيبها. بص انا غطيتها، هسيبها حوالي كده ساعه تكون المكونات اندمجت مع بعض. سيبيها، عايزه تحطيها في التلاجة بس احنا عشان الجو ساقعه، فانا عادي سبتها بره. وطبعا جنبها بقى طبق سلطه حلو كده. فين حبايبي؟ انا بشكر جدا 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 كل حبايبي واصحابي اللي دخلوا وشرفوني واشتركوا، وبشكركم من قلبي. واتمنى ان شاء الله ان احنا نكبر مع بعض ونبقى عيلة واحدة. وباذن الله باذن الله يكون المحتوى بتاعي مفيد ويفيدك. ولو انتي بنوتة لسه بتتعلمي يفيدك. لو انتي ست بيت شاطرة، واكيد كلنا شاطرين وانا عارفة كده. اديني بديكي معلومة حباها اهو، تزودي من المعلومات اللي عندك. ويا ريت تقولي لي في التعليقات، واللي عندها معلومة حلوة او شايفة اللي انا ممكن احط مكون مثلا في وصفة كده من عندها، اتشرف جدا اللي هي تكتبها لي في التعليقات. وبرضه هقول اللي هي قالت لي على الوصفة او قالت لي على مكون، ومن عينيا الاتنين والله. تمام. هنا بقى السلطه يا قمر، انا عملتها طبق سلطه عادي جدا. انا بحب قوي احط بصل مع السلطه يا جماعه. وطبعا كفته يعني طحينه، يعني هي اساس الكفته الطحينه. على فكره الكفته اللي انا عاملاها دي ممكن قوي تتشوى، يعني ممكن تشويها عادي جدا. وبس انا هعملها في الفرن هنا. طبعا احنا عارفين احنا في ايام امتحانات، وانا بقى يعني بحاول انقي او انجز الاكل اللي ما بياخدش وقت في المطبخ. ماشي. الطحينه طبعا انا عملتها معاكم كتير قوي. واللي لسه اول مره اتفرج على الفيديوهات بتاعتي، خشي كده يا قمر قلبي هتلاقي انا عاملاها في كذا وصفه. بس هخلص بقى الطحينه، يبقى انا كده عملت السلطات. سلطه خضراء وسلطه الطحينه، وانا كنت عامله شويه رز ابيض. عايزه تعملي معاها مكرونه عادي جدا، بس انا ولادي كانوا عايزين ياكلوها برز. عايزه اقول لكم ان انا محضره لكم شويه فيديوهات تحفه وشويه روتينات كده، لان احنا خلاص داخلين على العيد. كل سنه وانتم طيبين. وهنعمل برضو شويه وصفات ان شاء الله هتحبوها. وانتظروا مني باذن الله كل جديد. هنا بقى انا كنت بظبط الطحينه بتاعتي، وبعد كده الكفته بقى هعملها لكم. على فكره هي مش هتاخد سوا على النار كتير، يعني هي في الفرن ما شاء الله اخدت معايا حوالي نص ساعه على فكره، وكانت بقت زي العسل. هقولك دلوقتي هتسويها ازاي، بس اهو بفضي الطحينه معاكم عشان عايزه خطوه خطوه كده تبقي معايا يا قمر. ويا ريت يا ريت اللي يجرب وصفه من وصفاتي دي وعجبته يشرفني كده ويكتب لي في التعليقات، لان انا تعليقاتكم دي بتفرحني جدا. انا بحب اقطع كده فلفل سبايسي على يعني انا ولادي ما شاء الله كبار، فبنحبوا الحامي. اللي ملهاش في الحامي ممكن تقطعي فلفل كوبي عادي. دي الصينيه بقى يا قمر اللي انا اسوي فيها الكفته. لازم ادهنها زيت، حتى لو الصينيه بتاعتك ما بتلزقش ادهنيها زيت. ماشي. ادهني مساحي الصينيه كده مسحه زيت حلوه من الجناب بقى ومن تحت. تمام. غلفت الصينيه كلها زيت. انا بعمل صوابع الكفته بتاعتي بفكره حلوه قوي.
انا معتمداها على فكره من زمان قوي. هوريها لكم دلوقتي. ده مسن سكاكين كان جايلي مع طقم، يعني طقم معالق كده كان عندي. تمام. زي ما انتوا شايفين كده انا بصبع الكفته عليه، بتبقى مخرومه كده من جوه زي اللي احنا بنشتريها من بره بالظبط. ما انا بقولك الكفته دي ممكن جدا ان انت تشويها. بصوا ما شاء الله انا بعملها. ممكن، طب انا ما عنديش المسن ده، ظهر معلقه، هاتي خلتين وخليهم كده جنب بعض عشان يبقوا الخله واحده مش هتمسك الكفته معاكي. خلتين 3 كده جنب بعض واعمليها، او بظهر معلقه اللي هي العصايه بتاعت المعلقه دي هتعمل معاكي. فانا بعملها كده، وعايزه اقول لكم يعني هتبقى تحفه. طبعا احنا الكفته دي طبعا بنجيبها دايما من بره، فانا هخليكي تعمليها زي بره بالظبط. يعني حاجه نغلب في حاجه ابدا، اللي بره احسن مننا في ايه؟ هخليك تعملي كل حاجه انت بتشوفيها بره. هنا شايفين مج القهوه ده انا بحطه ميه. تمام. هي اي نعم البصل هينزل الميه بتاعته، بس انا بحب احط المج ده ميه عشان يسويها ويخليها زي العسل. حطيتها في الفرن، بصوا والله نص ساعه. بصوا الجمال وجوسي. انا هوريها لكم. وعلى فكره انا بحب البصل طالع فيها كده. عايزه تصغري البصل صغريه، بس كده يا قمر.